الفيديو ده مهم جدا لكل واحد بيغير على دينه، واحد مؤمن بالله، واحد بعيد عن ربنا او قريب من ربنا. طالما الموضوع بيتكلم عن الدين او ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي بيدور عشان خاطر نعرف الدنيا واخدانا لفين، يبقى لازم كلنا نسمع، يبقى لازم كلنا نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وانا مش هستحلف حد بالله انه يسمع الفيديو للنهاية، بس انا عايزك تسمع الفيديو لان كل كلمة فيه مهمة جدا. لو مش عشانك هيبقى عشانك وعشان ابنائك. فيلا بينا مع بعض نبدأ الحكاية. الحكاية بدأت من يوم 4 في الشهر لما بدأوا مركز تكوين أو بيعلنوا عن مركز تكوين. يعني نمنا وصحينا كده فجأة لقينا ناس مش ناس بتتكلم عن مركز تكوين. بيتكلم عن ايه المركز دوت ومين اللي يديره ومين هو أصلا اللي بيمول المشروع دوت أو المركز دوت. مبدئيا كده يا سيدي، الناس اللي بتعمل المركز دوت أو اللي عاملة المركز دوت ناس عارفة بتمول ايه بالظبط، والموضوع كبير واخد يعني وضع رهيب جدا على كل المنصات، لدرجه ان يعني التصوير ستيشن اي حاجه بتتعمل، الكاميرات، الاضاءه، كل حاجه مصروف على المركز بطريقه رهيبه. ده مش كده وبس، ده مستضيف كمان ناس من الناس اللي هي اصلا بعيد عن ربنا بس بالطريقه اللي انتوا عارفينها، اللي هو مش هينفع اقول يعني كده يعني حاد والكلام ده وكده. يعني انا مش عايز اوضح عشان الفيديو ما يتحذفش، يعني كده كده لو اتحذف هتلاقوه موجود ان شاء الله، هنزله على اليوتيوب وهنزل لكم اللينك دلوقتي باذن الله. بس يعني انتظروه لما يحمل، لان هو اكيد ممكن الفيديو يتحظر وممكن الصفحه تتقفل، بس انا دي حاجه عشان الدين لازم اتكلم عنها. مين بقى اللي بيتكلم في الموضوع دوت او مين اللي شامل اصلا الموضوع دوت؟ ابراهيم عيسى ويوسف زيدان وفراس السوري اللي هو طبعا اسمه فراس السواح، وعندك فاطمه نعوت وناس كتير يعني ما شاء الله، ومن ضمنهم اسلام البحيري. وطبعا الناس دي كلها معروفه وغنيه عن التعريف. يعني فاطمه نعود دي واحده من الناس اللي طلعت في يعني دخلت كنيسه وقالت يا جماعه ان كل الانبياء اخطاوا ما عدا نبي الله عيسى عليه السلام. تمام. ودي طبعا كده عشان خاطر يعني انا مش عايز اتكلم ان هو كمسلم ومسيحي، لا انا بتكلم في موضوع عموما ان هي واحده معروفه هي ايه. تمام، عشان تراضي ناس زعلت ناس ومش اي ناس. ما علينا. واسلام البحيري طبعا انتوا عارفين ان هو اصلا واحد خريج حقوق ما يعرفش حاجه اصلا عن الدين، ولكن هو اخده عباره عن سبوبه لانه سافر طبعا بره واشتغل طبعا في بتاع دوت في الكويت، وكان برضو الدنيا يعني مزنقه معاه شويه حبتين، فما لقاش حاجه يتكلم فيها فبدا ان هو يتكلم عن الدين ودخل في جو برضو يعني اللي انتوا فاهمينه. اما بالنسبه ليوسف زيدان فده واحد من الناس اصلا اللي كانت بتدعم الشيوعيه وبتدعم حاجات كتير، وبرضه بيتكلم ان مفيش حاجه اسمها دين والكلام ده كله. انا بحاول اختصر لكم على قد ما اقدر. وفراس طبعا انتوا عارفين ان هو ما شاء الله لما طلع في برنامج كده، فراس اتحبس مرتين قبل كده بسبب ان هو كان بيدعم الشيوعيين كمان، وواحد من الناس اللي تقريبا كان بيتكلم انه ما فيش حاجه اسمها جنه ولا نار، وكان بيتكلم بيقول ما فيش حاجه اسمها سنه. من الاخر كده طبعا يعني انتوا عارفين الناس دي بتتكلم عن ايه. اما بالنسبه لابراهيم عيسى فطبعا انتوا عارفين ابراهيم عيسى طبعا طول عمره بيشكك في الدين. يعني من الاخر كده البرنامج او المركز ده بيتكلم عن تشكيك في الدين، مفيش حاجه اسمها سنه، ان هو بيقول لك يعني مفيش حاجه اسمها يعني غير القران، وكمان بيشكك في القران وبيقول ان القران ده اصلا ممكن يكون مش حقيقي، ممكن يكون محرف. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ الموضوع بقى شامل بطريقه رهيبه جدا، لان الموضوع بقى يخوف عشان خاطر اصلا المركز ده يعني تقريبا الصفحه 13000 او 14000 متابع. عايز اقول لك ان دلوقتي الفيديو جايب مشاهده اكتر من نص مليون مشاهده. انت متخيل الفيديو مصروف عليه قد ايه او القناه مصروف عليها قد ايه؟ انت متخيل عايزين ياخدوا لابنائنا يعني ابنائنا الصغيرين، لان الفيديوهات دي اكيد هتوصل لكل الناس، لان عموما المركز بقى بيشمل كل المنصات وبقى بيمول لهم بطريقه رهيبه. مين بقى اللي ليه دخل ومين المسؤول عن التمويل ومين اللي هيبقى مبسوط من اللي بيحصل دوت؟ هو من الاخر هي كده حاجه عباره عن لا دين، او يعني هو مش عايز اقولها يعني الكلمه يعني عباره عن على الدين، عشان خاطر الكلمه بس دي ممكن تحذف الفيديو. هو عموما كده كده ممكن الصفحه تطير اصلا بسبب الفيديو دوت، فبتمنى الناس تسمع الفيديو دوت لان مهم جدا. عرفوا ابنائكم يعني ايه سنه، عرفوا ابنائكم يعني ايه دين، عرفوا ابنائكم الصغيرين اللي هم طبعا لسه ناشئين اللي ما يعرفوش حاجه عن الدين بتاع ربنا، عرفوهم ان في حاجه اسمها مذاهب الاربعه، عرفوهم ان في حاجه اسمها السنه اللي ربنا قال الله وقال الرسول، يعني ما فيش حاجه اسمها يعني القران بس، لا القران وطبعا برضو السنه اللي هو طبعا اي حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربنا يعني قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني معنى ادق كده انا مش بتاع دين ولا اي حاجه ولا انا شيخ، ولكن بس انا بتكلم لان انا بجد موقف شبه دوت او يعني مركز شبه دوت لما يتعمل
يعني عايز اقول لك انه ممكن ياخد الاطفال اللي لسه طالعين ما يعرفوش حاجه عن الدين في حته تانية خالص، خصوصا لما طلع واحد زي علي جمعه ولا مش عارف اسمه ايه دوت، اللي عمل برنامج في رمضان وجايب فيه شباب بتسال عن الصحاب، يعني الصداقه ما بين الشاب والبنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه. كان بيتكلموا في حاجات غريبه جدا، وهو كان بيرد عليهم يعني بالاجابه اصلا اللي هي يعني ما يتخيلهاش العقل. انت متخيل يعني ايه دي؟ يعني كشيخ محترم فاضل بتطلع وعامل برنامج، البرنامج اصلا يعني انت المفروض عشان توعي الاطفال والشباب، طالع انت بتعمل فتنه في الموضوع. الموضوع بجد يعني بقى مربك وبقى مخوف. يعني في ناس كتير بعيده عن ربنا، بس مهما كنت بعيد عن ربنا، بس لما تكون في حاجه في الدين بالذات لازم تكون واقف وبتسمع، عشان خاطر تقدر ان انت في يوم من الايام تقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا دفعت، يا رب انا حسبت، يا رب انا عملت اللي اقدر عليه. كل اللي تقدر تعمله يعني معلش، يعني انا مش بقول لك شير الفيديو، لا، انه الفيديو ما ينفعش يتشير لانه كبير جدا طبعا. كل اللي اقدر اقوله لك انك بكلمتين ممكن تعمل هاشتاج كده اللي هو الغاء مركز تكوين. ده اقل حاجه ممكن تعملها، هاشتاج كده في اي مكان، على الاخضر، على الاحمر، على اي حته عموما، اي حته عموما اكتب ان شاء الله. لو على الحيطه اسمك عملت، اسمك فعلت، الغيره على الدين بتاع ربنا كبير قوي، وربنا طبعا قادر على كل شيء، وربنا مطلع على كل شيء. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انت متخيل يعني ايه يبقوا قاعدين كده قدام منك كده وحاطين ازازه زي اللي انت شايفها دي؟ يعني ازازه بتبين لك قد ايه ان انت هتسمع لناس عامله ازاي. انت متخيل قد ايه بيحللوا الحرام وبيحرموا الحلال؟ انت متخيل قد ايه يعني يقول لك القران ما اثبتش ان العنب اللي بيتشرب، انا مش عايز اقول الكلمه الثانيه، العنب بيتشرب عادي ومش حرام مش محرم. تخيل قد ايه بيقول لك ان سيدنا عمر بن الخطاب مسلم ولا مش مسلم. الناس بتتكلم عن حاجات كتير اصلا يعني غريبه الشكل. انت متخيل ان هو عايز يشكك في الدين باي طريقه، وعايز يلغي حاجه اسمها سنه، وعايز يلغي حاجه اسمها دين. هو من الاخر كده باينه قوي ان هي زي ما قلت لكم على الدين. ربنا يرحمنا برحمته. لو ما لقيتوش الفيديو هنا هنزل لكم اللينك حالا ان شاء الله، وهحاول انزل لكم الفيديو هناك على اليوتيوب. وسلام.